أهلا وسهلا، كيف حالكم؟ إن شاء الله يا رب كلكم تكونوا بخير وصحة وعافية وعودة بعد انقطاع ما أدري قديش. في النص قلت خلاص أبغى أرجع، بس شكلي تعودت شوي على مود الإجازة، لكن خلاص دحين إن شاء الله نرجع للشغل، خصوصا إنه إن شاء الله رمضان قرب على خير، الله يبلغنا وإياكم، فلازم نرجع للشغل ونرجع للوصفات. واليوم حسوي معاكم وصفة، يعني يقولوا إيش من طول الغيبات فاليوم حسوي معاكم وصفة بالموز والبينت بوتر والشوكلت، كب كيك. يعني قلت حاجة خفيفة كده وبسيطة نرجع فيها ونبتدئ الشغل بإذن الله بعد الإجازة الطويلة. كيك بعد ما خلص ما أقدر أوصف لكم ريحة البيت قد إيش صارت رهيبة، لدرجة في واحدة من الكب كيكس اختفت، مدري فين راحت. طبعا لو حبيتوا تزينوها مثلا بكريمة شوكلت أو شيء تقدروا، بس الصراحة كده شكلها حلو. وحتى البينت باتر تقدروا إنكم تحشوها، يعني تحطوا نص كمية الخليط حق الكيك، وبعدين تحطوا في النص بينت باتر وعلى الوجه، وبعدين ممكن تزينوها بأي حاجة. بس صراحة كده طعمها ممتاز، وشكل البينت باتر على الوجه عجبني أكتر. وكمان استخدمت البينت باتر اللي هي الكرانشي اللي تيجي مقرمشة، تعطي قوام رهيب للكب كيك. سوريكم قد ايش مرة طرية، والبينت باتر هذا اللي فوق رائع، القرمشة حقته من جد من جد لا تفوتكم. والصراحة حلاها مرة مرة موزون، يعني ممتازة ممتازة، جربوها وبالعافية عليكم.